السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أخوكم مصطفى، يوم جديد إن شاء الله حلقة جديدة في قناتكم يوميات هاوي وبجي. النهاردة سبحان الله يا جماعة حصل يعني مفارقة غريبة كده، سبحان الله، صدفة يعني جميلة الحمد لله. أنا النهاردة يعني سبحان الله يعني النهاردة كنت ناوي يا جماعة أعمل فيديو عن الموف وأهمية الموف في تركيبة الريمبو، وقد إيه هو من الألوان المهمة جدا والركائز الأساسية في تركيبة الريمبو. سبحان الله لقيت أحد الأصدقاء من أصدقائنا على القناة بيكلمني بالصدفة قدرا كده، وبيبعت لي وبيقول لي يا أستاذ مصطفى، الزوج دولت موف على حتة كده فايلوت يولو، أخليهم على بعض ولا نجوز الموف لبعضه؟ فأنا رديت وقلت مفيش مشكلة، هو الموف على الموف يعني غالبا هيجيب بنسبة كبيرة موف. يعني يفضل مثلا نخلف عشان نجيب الوان متنوعه. فالصديق رد عليا وقال لي يعني الموف وحش، هو مش مطلوب. انا بنقل لكم المحادثه يا جماعه حرفيا. قلت له بالعكس، هو الموف مش وحش ولا هو مش مطلوب، مش دي الفكره خالص. فانا قررت يعني المعلومه تبقى للافاده العامه كده، وانا كمان استفدت معاكم. فوعدت الصديق ده، هو اكيد بيتفرج علينا دلوقتي، وان شاء الله يا رب يعجبه ان شاء الله الفيديو، ويكون المعلومات ان شاء الله اللي هنقدمها النهارده مفيده ليكم ولينا وللصديق اللي كلمنا. بصوا يا جماعه، النهارده تركيبه الموف او لون الموف ده مهم جدا جدا جدا، فوق ما انت متصور ولا متخيل في الريمبو. النهارده الريمبو اللي ما عندوش العصفور الموف ده، النهارده اللي ما عندوش العصفور الموف ده ما عندوش الوان. يعني ايه يا مصطفى؟ يعني بمنتهى البساطه سعادتك، الموف ده هو الخامه بتاعتك، او الصندوق بتاعك اللي فيه الوان وفيه يعني نقول بمنتهى البساطة هو ده اللون اللي بتقدر تلعب بيه على جميع الالوان. طب ليه يا مصطفى؟ الموف يا جماعه ده بيتسمى في الريمبو العامل المظلم. يعني ايه العامل المظلم؟ يعني الصبغه بتاعته هي اللي بتتقل جميع الصبغات، سواء بالفايلوت، في الكوبالت، في بلو سكاي. وطبعا برضك البلو سكاي من الالوان المهمه، هنتكلم عليه بس في حلقه تانية، بس احنا النهارده كلامنا على الموف. فطبعا الموف ده من الالوان اللي هي بيسموها العامل المظلم في تركيبه الريمبو، وهي اللي بتتقل الصبغه زي ما قلنا في الفيلوتات، في البنفسجيات. بيطلع لك الدبلات في الفيلوتات قويه جدا، لان هو طبيعته كده بيسموه العامل المظلم. فدرجه الموف النهارده قويه جدا ومهمه جدا، خاصه لو سعادتك بتربي درجه موف محترمه. بصوا يا جماعه، دايما انا عندي دايما حاجه كده، اي عربيه هتروح بيها اي مشوار، بس مش كل العربيات بنفس السعر، صح كده؟ صح كده. يبقى انت النهارده سعادتك لما تيجي تربي طفره معينه او لون معين في باب معين، يعني يفضل تشوف اقوى درجات الالوان، الالوان اللي تطورك. يعني معلش، ما هو الموفات كتيره، بس انتوا شايفين لا قوه الا بالله الحتتين موف دوت، لا قوه الا بالله. درجات الالوان عامله ازاي؟ لا قوه الا بالله. ربنا يدينا ويديكم ويدي الجميع الخير يا رب. بصوا ما شاء الله، سواء الحته الفحمي اللي هو الذكر اللي على اليمين، او الانثى اللي هي الموف التانية ديت اللي هي اللون الزيتوني دوت. بصوا يا جماعه، درجات الالوان قويه جدا، درجات الالوان قويه جدا، والصبغات غامقه جدا. خدوا بالكم، ركزوا كده في الصبغات، بفضل الله الارضيه بتاعت الصبغه نفسها بتاعت الطائر عامله ازاي. هتلاقوا لا قوه الا بالله الصبغات قويه. يعني انا خدوا بالكم، الموف ده ما استغناش عنه خالص في الهوايه او في المكان عندي. عشان كده حتى تلاقيني بدي موف لموف عشان افرخ موف، اخليه دايما خامه. ده دايما هو الخامه بتاعتك، وهو ده دايما العصفور اللي بتشتغل بيه على جميع الالوان، بتتقل بيه الصبغات. تدي الموف ده للبلو سكاي، تدي الموف للفايلوت، تدي الموف للكوبا، تدي الموف للبنفسجي. عصفور بيلون وبيديك صبغات وخامه قويه جدا. فالنهارده تركز، الموف مهم. مش كل اللي هيطلع له موف يقول لك لا خلاص يا مصطفى ده ملوش لازمه، انت قلت الموف. لا لا، فالناس تقول لك ده الموف ده درجه لون ملهاش لازمه. اسمع بعض الناس يقول لك لا لا، ده عصفور ملوش لازمه، بيعه باي حاجه. ماشي، ما هو انا النهارده انت بتقول بيعه باي حاجه وبتستثنيه كده وتستبعده. طب انت سعادتك يعني، طب هتشتغل ازاي؟ ما هو انت لازم النهارده وانت شغال في الهوايه بتاعتك يبقى ليك هدف وليك تارجت وليك خطه، دايما كل سنه بتحاول تحقق منها جزء. يعني انت دايما لازم لما تبقى شغال في الهوايه او مركز في هوايتك وعايز تتطور والالوان بفضل الله عندك توصل لالوان قويه، لازم يبقى عندك هدف ولازم يبقى عندك خطه تنمويه كده مستدامه كده. ان شاء الله كل سنه او كل موسم بتوصل لفكره معينه، وبالفكره دي ان شاء الله بتعدي الفكره بعديها. فالنهارده لو ما عندكش موف او مش مركز ان الموف ده يكون عندك عامل مساعد في درجات الالوان وتقييل الصبغه او كثافه الصبغه وغمقان الصبغه، يبقى انت كده شغال
هتقول لي ما انا شغال بقى خلاص، انا مصطفى انا عديت من المرحله دي، انا عندي كوبالتات وعندي فيروسات وعندي بنفسجيات، ما فيش اي مشكله. بس صدقني الخامه بتاعه الموف او درجه الموف دي بتبقى عامل مساعد قوي جدا، ان انت دايما تخليها عندك. يعني بدليل ان انا اهو الحمد لله عندي موف اهو، ذكر وانتهى هم بفضل الله، وعندي تاني بفضل الله حاطط موف على موف. يعني انا حاطط الموف على بعض عادي، مع انه بفضل الله في الغالب اجيب موف، بس عادي انا بحاول اركز في الصبغه بتاعته واخليه دايما خامه متواجده عندي بفضل الله بشكل مستديم، ما بطلهاش خالص، بل بالعكس بقويها. كل ما يطلع لي حته موف اقوى من السنه اللي قبلها بخليها واستثنيها كده واحطها على جنب، لان انا اخليها مثلا ذكر قوي درجاته قويه جدا. فانتوا يا جماعه النهارده ما تمشوش بالكلام، مش كل حد هيقول لك كلمه في الهوايه هتمشي بيها وانت ما جربتهاش. لازم تجرب. الهوايه قائمه على التجارب يا جماعه، ونجاحك في الهوايه وخبرتك في الهوايه بتتقاس بتجربتك. انت لما هتيجي تسالني في معلومه النهارده وانا هقدر اجاوبك، او لو جاوبتك بجاوبك بناء عن تجربه. فما تمشيش بالكلام. الهوايه لو بالكلام ما كانش حد هرب يا جماعه. فدايما نبعد حته الكلام دي. كلام كتير يا جماعه، كلام دايما كتير في الهوايه. طيب اللي بتاخد منه المعلومه، اللي بيقول لك الكلام ده، هل هو جرب؟ هل هو اشتغل على الفكره اللي قالها لك؟ للاسف معظم الناس ساعات بتضل الناس وبيبقى ولا اشتغل ولا جرب، ويدي لحد معلومه ممكن يكون مبتدئ يضيعه، يخليه يقعد سنه ولا سنتين عمال ماشي عكس التيار، وعمال رايح في حتت مش ظريفه في الهوايه، بل بالعكس. تبص تلاقي الهوا ده دخل، وبعد ما دخل وكلف نفسه واشترى سلكات واشترى اقفاص واشترى عشوش وظبط الدنيا وعمل كل حاجه هو خلاص، يعني خلاص ان هو بفضل الله كده بقى يعني داخل في مرحله الجد، تبص تلاقيه ماشي على معلومات مش مظبوطه. للاسف بيتوه، للاسف بيتوه. يعني كان افضل له ان هو يمشي كده ويجرب هو ويغلط مع نفسه ويصلح لنفسه، افضل ما كان يعني حد اداله معلومه ومشي غلط كده. فانا برضك يعني رجاء من الفيديو ده ونصيحه لوجه الله، لو حد سالك وما عندكش المعلومه حاول تقول له ما تعرفش. معلش انا عارف ان الكلمه دي صعبه، يعني انا للاسف احنا كلنا وكمصريين يعني خصوصا يعني صعب علينا قوي نقول ما نعرفش. فتلاقي اي حد يسال اي حد في اي حاجه، اي موضوع، اي فكره، يقول له كذا كذا. المهم ما ينفعش يقول ما اعرفش، لكن هو حاسس ان هو بينه وبين نفسه هيبقى هو شكله وحش. بل بالعكس يا جماعه، يعني من قال لا اعلم فقد افتى. يعني انت دايما لما بالعكس، انا لما اسالك على حاجه وانت تقول ما اعرفش، انا يعني انت هتزيد احتراما يعني في نظري يعني. فالنهارده يا جماعه عصفور الموف نركز عليه، ما تحاولش تقول لا انا فرغت خلاص حاجات عاليه قوي يا مصطفى فانا مش محتاج للون. لا بل بالعكس، انا عايز اقول لكم خامه قويه جدا. عصفور مطلوب على فكره. كل ما يكون المستويات اللي عندك في الموفات بتربيها كويسه بفضل الله هتلاقي عليه طلب. يعني صدقوني، لان انا برضك بشوف موفات دون المستوى، يعني بشوف موفات بتبقى مستوياتها ضعيفه وناس تبقى قايسه ان ده الموف، فهو يقول لك لا الموف ملوش لازمه. لا، النهارده لما يكون مستوى زي ده كده فضل في الموفات هتلاقي ما شاء الله ليه لازمه، وهتلاقي ليه طلب، وهتلاقي ناس بتسالك عليه، وهتلاقي العصفور مطلوب. فالنهارده يا جماعه نركز في هوايتنا، ما نمشيش ورا اي كلام. نشوف ايه اللي انا محتاجه من الهوايه. يعني كل واحد يا جماعه يسال نفسه السؤال ده كده بينه وبين نفسه، انا محتاج ايه من الهوايه؟ هل انا بحب العصفور فعلا وبربيه عشان بحبه ونفسي اتطور فيه وحاجه بستمتع بيها كده وبقضي كده الشغف اللي عندي كده، ويعني بكسب وقت كده بدل مثلا ما اقعد على القهوه ولا كده، فبكسب وقت كده في حاجه كويسه مفيده؟ ولا هل انا مثلا الموضوع بالنسبه لي يعني مش فارق وخلاص عصفورتين؟ ولا هل الموضوع تجاري؟ ولا يعني كل واحد يعني يسال نفسه السؤال ده كده بينه وبين نفسه، ومجرد ما يلاقي الاجابه هيعرف هو عايز يوصل لايه. وان شاء الله خير. اتمنى للجميع التوفيق. ما تنسوش الهوايه نوايا، ولو اللي فات حلو فاللي جاي احسن بامر الله. ما تنساش لو عجبك الفيديو المحتوى تعمل اشتراك ليك واصحابك حبايبك المهتمين بالهوايه. واتمنى يا جماعه اللايك بتاعكم الجميل ده عشان المعلومه توصل لغيركم زي ما اي حد بيستفيد. لو انت حسيت ان استفدت من الفيديو يعني بجد يعني انا ما بطلبهاش طبعا منكم، ودايما كل واحد براحته جدا جدا جدا. لو انت ما استفدتش من الفيديو ما تعملش اي لايك ولا الكلام ده، بس احنا بنقول عشان هي دي الخوارزميات بتاعه السوشيال ميديا، ان المعلومه عشان توصل لحد تاني فاحنا لازم نعمل لايك او نشار او نحط عليه عشان بس يعني حتى يبقى حاجه صدقه لوجه الله بس. فكان معكم اخوكم مصطفى، اتمنى الخير والتوفيق جميعا، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.